السلام عليكم. الأكلة دي لو الدنيا كلها اختلفت على أنواع الأكل هتيجي عند الكشري المصري وهيبصموا بالعشرة. ليه بقى؟ لأنها أكلة شعبية وأكلة اقتصادية، مش اقتصادية قوي يعني في الغلا اللي احنا فيه، بس بصراحة حاجة كده تحفة، مش محتاجة جنبها أي حاجة يعني، ولا هنعمل جنبها أي حاجة. هو الطبق ده كافي ووافي، وفي 10 دقايق هتعمليه وانتي واقفة بكل تفاصيله. عملنا الدقة في الفيديو ده، هوريك الدقة، وعملنا الشطة بتاعت المحلات والبصل. على النار هحط حلتي وهنزل فيها الزيت وهنزل فيها بالشعرية، الكشري بيحب الشعرية كتير. هقلب فيه كويس، وعلى بال ما اقلب فيه حطيت كده معلقة توم وبصلاية هشوحهم في شوية زيت وانزل بيهم بالصلصة لحد ما تتسبك كده، وارجع تاني للكشري بتاعي. الشعرية اتحمرت كويس، نزلت بقى بالرز اديتها تشويحة، ونزلت المكرونة المشكلة بتاعتك اللي انت بتحبيها، المكرونات اللي انت عايزاها حطيها. هنقلب كويس قوي عشان ما يعجنش منك. ونزلت دلوقتي كوبايتين من العدس بجبة، اللي هو العدس الاسمر، غسلاه وسلقاه نص سلقة على النار، ونزلت المية السودة بتاعته وغسلته وحطيته في المصفى ونزلته على الكشري. يعني مش حطيته على طول عشان الكشري معايا المكرونات ما تغمقش. وهكذا في الحمص، جبت الحمص غسلته وخليته كده نص سلقة برضو، يعني نص سوا على النار، بعدين خدته وضفته على الكشري. هبتدي دلوقتي اغطي كله بالمية المغلية. هنزل دلوقتي بقى بالحياء بتاعي اللي هي معلقتين صغيرين من الملح، ومكعب ماجي اختياري بس بيدي تسكيرة حلوة قوي 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 للمكرونة والكشري بتاعك. تمام. هنقلب فيهم بقى كده ونغطيها ونسيبهم يغلوا كده 10 دقايق. وهوريكي بقى دلوقتي الصلصة. حطيت بقى الصلصة سبكت اهيا، اتسبكت، حطيت معلقة بابريكا ومعلقة ملح، نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الاسود. ويا سلام على جمالها، هسيبها تكمل غليان. الكشري بتاعي غلي، وطيت عليه وهزوده بكوباية من المية وهغطيه واسيبه بقى ايه على نار هادية يستوي زيه زي الرز تماما. البصل بتاعي هنا انا قطعته وحطيت عليه معلقتين من النشا، وعلى زيت سخن هبتدي انزله واحمصه كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى ادي اللون وادي النتيجة بتاعته. بالنشا يا جماعة بيديكي نفس النتيجة بتاعت المحلات اللي بتاعت الكشري بره، بيعملوه بنفس الطريقة. فصين توم بقى، ونزلت كده بمعلقتين خل وفصين من الليمون، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة، ومعلقة صلصة كده كبيرة من بتاعت الصلصة بتاعت الكشري اللي انا عاملاها معاكم. دلوقتي هنزل عليها ايه مية بتغلي، وادي الدقة بتاعت الكشري بقت جاهزة. تمام. هنرجع بقى تاني للكشري بتاعنا زي العسل، مفلفل مش معجن، عشان الناس اللي بتقول بنعمله بيعجن. ما بيعجنش طول ما انتي يا حبيبتي بتقلبيه كويس. انتي بتديله تشويحة حلوة كده هو، وبتوطي عليه النار، بيطلع معاكي زي العسل. نيجي بقى لاخر حاجة وهي الشطة. الشطة هاخد معلقتين كده زيت من بتوع اللي انا حمصت فيهم البصل، وحطيت معلقتين شطة وطماطمايه كده متقطعة مكعبات صغيرة، وهنزل بمعلقتين كبار من الصلصة عشان ما تبقاش حامية وتبقى صعبة قوي في اكلها. خلاص كده بقى كل حاجة تمام. انا خلصت الاكل بتاع الكشري كله معاكم. ادي النتيجة بقى، تعالوا بقى نغرف، لان الولاد بقى ايه يعني متجننين وواقفين يلا يا ماما يلا يا ماما، حتى مش مستنيين ان هو يبرد من جمال ريحته. ابتدي بقى دلوقتي اغرف الكشري بتاعي، وانتوا شايفين اهو النتيجة طالعة عاملة ازاي، مش معجن يا جماعة. سيبوكوا بقى من كشري الكيس والكلام الفاضي اللي بيقولوه ده، مفيش حاجة اسمها كشري في الكيس. ما تهدروش الناس، تودوهم في حتة غلط، يعملوا كذا ويعملوا كذا، والحاجة حرام غالية تبوظ. الطريقة دي هي حلوة جدا وموفرة وسريعة، بصراحة أنا بحبها وبعشقها. يعني طعمها كده بيبقى مختلف شوية في جمال الطعم، ان انت ايه كل حاجة كده على بعضها ميكس كده حلو قوي وسريع. هنزل بقى الدقة بتاعتي، وادي جمال الشطة بتاعت بره اللي احنا بنجيبها. وخلاص كده الكشري مع شوية زيتون، مع شوية بقى ايه الدقة حلوة قوي، وبألف هنا وشفا على قلبكم.